الموضوع شراكة عمر ومسؤولية قدام ربنا قبل الجميع. الجواز مش عشان الناس تقولك ألف ألف مبروك، هو أنت اتجوزت ولا علشان صورة حلوة مع خطيبتك أو حبيبتك وتحطها على الفيسبوك والإنستجرام والناس تعمل لك لايكات وشير. الموضوع أكبر من كده بكتير. فلو نيتك راحة وسعادة، أكيد أكيد ربنا هيكرمك وهيكرمك من واسع قوي. ولو نيتك منظر وشو، ربنا يهديك. وانت بتختار شريكة حياتك لازم تختار صح. تختار اللي هي فعلا يوم تعبك هتلاقيها في ظهرك، يوم ما هتقع هتمسكك وتطلعك. اختار دايما اللي هتعيش معاك، اختارها صح. وده اصعب حاجة ممكن تعملها، بس الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الوصفة الجميلة. تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك: فاظفر بذات الدين تربت يداك. خلي عينك على الحاجات اللي دايما بتعيش، مش دايما الحاجات اللي بتروح. يعني الشكل بيتغير والفلوس بتروح وتيجي، لكن الدين والأخلاق هم دايما اللي بيفضلوا. يعني ببساطة خليك مع اللي تشيلك وقت التعب قبل الفرح. فدايما فكر وما تاخدش بالمظاهر. اول ما تعجبك بنت، اول حاجه استعين باهلك. على فكره مش عيب، لا، دي اهم حاجه. الشباب بالاخص ممكن يبصوا على حاجات عجباهم وتمام، بس هو في الاصل مش ده اللي يناسبهم. انا اقصده الشباب الهليسه حبتين. يعني ما تخليش الموضوع كله عاطفه وكلام حلو اتقالك ولا الستايل بتاعها عجبك جدا. لازم حد كبير يتدخل، امك، اختك، خالتك، والدك. المهم حد شايف الموضوع من فوق، ما تشوفوش انت من تحت ان انت اصلا انت عايشه. انت ممكن تنصح حد حلو قوي وتتكلم وتقنع حد حلو قوي، بس في مشكلتك انت ما بتعرفش تحلها. فمبالك لازم يكون حد من المقربين ليك بيتمنوا لك الخير، بيعشقوك، حد من لحمك يتدخل في الموضوع. ومش عيب. وياك تفكر في حته هو انا ما بعرفش اختار. في اوقات كتيره الواحد ما بيعرفش يختار، ده مش ضعف منك. ساعات المشاعر بتغلب التفكير، ووارد جدا، ما هو ربنا خلقنا كده. وطبعا ما تنساش تصلي ركعتين اسمهم ركعتين استخاره. انت واقف قدام ربنا، قول له، بس قول له الدعاء اللي معروف. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. اللهم آمين. وصلي صلاة الصخرة مرة واتنين وتلاتة واربعة، وربنا هيديك علامة. لا اما هتتيسر قوي قوي قوي، لا اما هتلاقي الموضوع قفل، لا اما قلبك قبض. ببص، المهم ربنا هيديك علامة. وما تنساش انت واقف ما بين ايد ربنا وبتتكلم معاه. وخلي دايما على لسانك فوضت امر ليك يا رب، وخليها تسبيحة قولها كل يوم 100 مرة. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمك من كل حاجة، مش الجوازة بس. كل واحد بيبص للتاني اول مرة تزور اهلها وهم بقى قاعدين مترصبين، ويشوفوا قاعدين كده يشوفوا مين اللي هيخطف بنتهم، مين اللي هيطلع بنتهم، مين اللي هيريح بنتهم منهم. دايما خليك بسيط محترم راسي، وبلاش هزار تقيل. يعني قدامك افيه رخم اكتمه المرة دي، قولها كمان اسبوع. خليك جد وبلاش تقفل الدنيا. يعني لو حد قالك حاجة ما تاخدهاش بهزار وتفاهة. ركز تتكلم عن حياتك وطموحاتك وشغلك ومستقبلك. خليك صادق، بلاش تحوير. يعني كدبي بيطلع ريحة كده والعينين بتبان. وبالاخص بقى لو انت بصيت لقيت اخت العروسة او اخو العريس، هتلاقيها بتعمل كده أهو، وبيحاول يحللك وهيجيبك. هو مش مركز في القعده، هو مركز في عينك انك بتحور انا ما بتحورش. بس في نفس الوقت ادعي من جواك اللهم الف بين قلوبنا على طاعتك، واكيد ربنا هيكرمك. المهر والشبكه دي حقوق، مش خناقه على فكره يا جماعه، والله دي حقوق ربنا امر بيها، بس مش عشان نقعد نفرجها على الناس ونتمنظر بيها.
ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني تديها مهرها عن طيب نفس، من غير ما كأنك بتبقشش عليها من الآخر يعني. وخد بالك لا تبالغ ولا تستهون، يعني بمعنى أصح بالبلدي خش بقيمتك وخليك وسط، ما تعملش حاجة عالية قوي 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 تيجي على نفسك، ولا حاجة قليلة تقل بيها. وعلى فكرة المهر ممكن تبتدي بجنيه، يعني مفيش أقل من كده. شفتوا بقى الموضوع يسر ومش عسر، بس أهم حاجة يكون فيه توافق وفي اتفاق بين الأسرتين وما بينكم كمان. ما تتجوز وبتاخد بنت وبتهرب، انت ما بتاخدهاش وبتهرب، لا لا لا، خد بقى، انت بتاخد معاها امها واخوها وابوها وعيلتها كلها. عيلتك كلها ده بيبقى جزء من حياتك بعد الجواز. وربنا قال باشروهن بالمعروف. تتعامل بالذوق والادب معاهم، مش بالعافيه والمشاكل. اهم حاجه اختار عيله تحترمك وتحترم بنتها، وانت كمان خليك قدها، تحترم الكبير وتحن على الصغير. البيت اللي ما فيهوش موده الجواز فيه للاسف بيتكسر بسرعه. اهم حاجه تتقي ربنا عز وجل في كل حاجه. اياك تخش الجواز وانت مديون علشان خاطر خاتم وغويشه. الشبكه مش استعراض، الشبكه جزء من المهر، بس العرف دلوقتي بقت الشبكه لوحدها. المهم ما تخليش الشبكه تبوظ الموضوع كله. يعني معنى اصح خليكي ميسره على العريس، ما تضغطيش عليه قوي. واكيد ان شاء الله بعد الجواز وكان في يسر وربنا اداله من واسعه قوي بعد الجواز، اكيد مش هيبخل عليكي بمحل ذهب. ان شاء الله تعالى ربنا يبارك لكم في الجوازه وتكمل على خير، وياكم تفركشوا الموضوع عشان الشبكه. كاتب كتاب هما مش شويه ورق بتمضيهم وبتختم وتكون مبسوط علشان تطلع في الصوره تعمل كده انت وهي. اليوم ده يوم عهد كبير قوي قدام ربنا، وربنا قال لم يسمي عقد الإيمان به ميثاق غليظ، إنما سمى الارتباط بين الرجل والمرأة ميثاق غليظ. لم يوصف ميثاق بالغلظة إلا فيما يتعلق بالمرأة. وبعد ذلك يتكلم يقول لاحظوا بقى أنكم أفضيتم لبعض، ادوا ديا لدي حقها. معنى أفضينا لبعض، اطلعت على عوراتي وأنا اطلعت على عوراتي. انت ولا بتوعد بقى واحد صاحبك انك هتعمل كذا، لا انت بقى المره دي بتوعد ربنا بالورقه والقلم وختمت. خدها جد من اول لحظه، ولو مش قد المسؤوليه دلوقتي اصبر شويه لحد ما تبقى قدها. الفرح ده يوم عمره ما هيتكرر، هو يوم في العمر، هو مش سندوتش فول عجبك هتاكله ما عجبكش هتركنه. هو يوم لا يطلع حلو قوي لا يطلع وحش قوي. اهم حاجه لازم تختار منظم الحفلات اللي هينظمها لك، واياك تسترخص مع المنظم بالاخص. مش تدفع فلوس ملهاش اي تلاته لازمه زي بوكيه الورد اللي هي بالوفات الكتير قوي اللي بتدفع. مالك بوكيه العادي اللي بيتعمل لذيذ ولطيف والله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما تعملوش الكوشه الغاليه زياده قوي. ممكن انت امكانياتك الماديه غير امكانياتي الماديه، ممكن ال 20,000 بالنسبه لك مش مبلغ، بس انا بالنسبه لي 20,000 ممكن اعمل بيه فرح كامل. مفيش مشكله انك تعمل فرح حلو وجميل ولذيذ ولطيف وكل حاجه، بس اهم حاجه ما تطلعش مديون سنتين قدام. تعمل فرح كبير ولا تعمل فرح صغير، ده دايما اختيار ما بين العريس والعروسه والمشاكل اللي بيقعوا فيها العائلتين. بس اهم حاجه تعالى بقى اقول لك على الزتونه. الفرح الكبير زي المسلسلات ده في منتج، في ناس هتاخد قصادها فلوس وفلوس بالملايين. النهارده هيدفع 50 مليون جنيه 100 مليون جنيه انتاج، هيرجع له 500 مليون. بس المره دي بقى انت هتعمل فرح، يعني هتدفع فلوس عمرك ما هتاخدها، والناس هتاكل ومش هتديك تمن الطبق بتاعها. اعمل فرح يليق بيك وبيها، بس اياك تعمل فرح فوق طاقتك. الناس كده كده هتتكلم. هتعمل فرح فوق القمر الناس هتتكلم، هتعمل حاجه بسيطه قوي قوي الناس هتتكلم. اهم حاجه تكون انت وهي مبسوطين. اهم حاجه تخش بيتك ما تكونش مديون بحاجه انت عملتها فوق طاقتك وما كانتش ليها اي تلاته لازمه. كان معاكم احمد عثمان الباش منظم من برنامج كواليس الحياه. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناه. سلام عليكم.